مش كل اللي بنشوفه في العلاقات هي الحقيقة. كتير من التصرفات بيكون وراها أسباب خفية ورسائل محدش بيلاحظها. تعالوا نكتشف الحقيقة، لأن دايما في شيء ما وراء العلاقات. يا في ست يا جماعة، لما العلاقة بتنتهي الطرف التاني يكمل حياته عادي خالص. وبس في ست تانية كمان بيفضل فاكرها سنين طويلة متخزنة في الذاكرة، مش لأنها كانت أجمل ولا أغنى ولا أشهر خالص، لكن لأن هي كانت مختلفة. ايه الفرق بينهم؟ وده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة. ناس كتير فاكرة ان اللي بيخلي اي راجل بيتمسك بواحدة جمالها، لكن الحقيقة لأ، مش الجمال يا جماعة. يعني مثلا هقولك على حاجة، انت وانت ماشي في الشارع شفت واحدة جمالها قوي شوية، لفت انتباهك ولفت انتباه الناس، لكن اللي بيسيب أثر هي الشخصية الحقيقية. الشخصية هي اللي بتلفت الانتباه، هي اللي بتسيب أثر. في فرق كبير. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الصفات اللي بتخلي أي ست تبقى صاحبة قيمة في أي علاقة. أول صفة يا جماعة مهمة قوي، عندها حياة. عندها حياة خاصة بيها، هي مش مستنياك ومش مستنية حد. أول صفة إن حياتها مش واقفة على شخص معين. عندها شغلها وأهدافها وأصحابها وأهلها، وعندها هوايات بتنميها. لما يدخل حياتها أي حد هو بيضيف ليها، لكن نخلي بالنا كويس قوي، هو إضافة، مش بيبقى حياتها كلها، هو مش محور الحياة. وده بيخلي وجودها له قيمة. هي عارفة ازاي تحترم نفسها، امتى وازاي. هي أول واحدة بتحترم نفسها. هي ما بتجريش ورا اللي بيتجاهلها، وما بتقبلش الإهانة ولا الكذب ولا التقليل منها. هي عارفة إن احترامها لنفسها ولذاتها هو أول خطوة عشان الناس كلها تحترمها. هي ما بتحاولش يا جماعة ترضي الكل، مش كل شوية تغير شخصيتها عشان حد. مش كل الناس هتحبك وده طبيعي. هي مش بتغير شخصيتها عشان تعجب أي حد وأي شخصية، لا، لأن بمنتهى البساطة الحسبة معروفة، اللي هيحبك هيحبك زي ما انت من غير ما تغير شخصيتك. عندها حدود واضحة في التعامل، بتقول لأ لما هي تبقى عايزة تقول لأ، وما بتخافش إن حد يزعل منها، لأن الحدود مش أنانية يا جماعة، الحدود احترام للذات، الحدود احترام للنفس، دي ما تزعلش حد. هي بتسيب أثر مش لأنها كاملة ولا لأنها خارقة في الجمال، لكن لأنها شخصية صادقة، وجودها مريح، كلامها واضح، مواقفها ثابتة، ما بتغيرش مبادئها عشان حد. وده اللي بيخلي أي حد يفتكرها بالاحترام، حتى لو العلاقة انتهت. حتى لو العلاقة انتهت بيفتكرها بالاحترام. الست اللي الناس بتفتكرها مش أكتر واحدة هي اللي ضحت وهي اللي اتنازلت خالص، ولا أكتر واحدة جريت ورا حد، لكن أكتر واحدة عرفت قيمة نفسها وحافظت عليها وعلى احترامها. لكن يا جماعة في سؤال مهم جدا، ايه اللي يخلي واحدة قوية وواثقة من نفسها فجأة تتنازل عن كل ده في العلاقة؟ وليه ساعات الحب بيغير شخصيتنا؟ ده موضوع الحلقة اللي جاية، وهتتفاجئي ان السبب اعمق بكتير من اللي دماغك تتخيله. انا اسمي دودو، ودي كانت الحقيقة من ما وراء العلاقات. اشوفكم في الحلقة الجاية، لان لسه في اسرار كتير ما وراء العلاقات. شير ولايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.